عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم مسفوف الذرة الزمني. كنا بكري كي يطيح الرمان نعملوا مسفوف الذرة، إن شاء الله يعجبكم. نبداو. عنا 200 جرام دقيق قمح، نبلوه بشوية ماء، ما نبلوش بالبرشا، بشوية بشوية ونخلطوا، نحركوها هكاكا، ما نحطوش برشا ماء. وبعد نقعدوا نصبوا في دقيق الذرة، هذايا دقيق الذرة، نبداو نصبوا في الذرة ونحركوا ونخلطوا ونحركوا، نقعدوا هكاكا نصبوا الذرة ونحركوا ونبلوا بشوية ماء. تو نبداو نبلوا بالماء، نصبوا دقيق الذرة ونبلوا ونحركوا، نصبوا دقيق الذرة ونبلوا ونحركوا لين تحصلوا على كمية سمحة قد اللي نتوما تحبوا. وقعدت نصب في دقيق الذرة حتى لين وصلت 600 جرام دقيق الذرة، 200 جرام دقيق قمح ولا 600 جرام دقيق الذرة. ونقعدوا هكاكا نصبوا في الذرة ونصبوا في الماء ونحركوا لين تحصلوا على كمية. وتوي كي ناخذوا الغربال السقات، هذا غربال السقات، النقب متاعو كبيرة، هذاك اسمه سقات، باش نهبطوا بيه هذايا اللي قديتو المسفوف، هذا نحطوه فك الغربال السقات ونقعد نغربل فيه لين نهبطوا الكل، لين يهبط الكل. وحتى إذا كان تعجن شوية ميسيش نحطوا دقيق الذرة ونحطوا فوق من دقيق الذرة ونبداو نحلوا فيه لين يهبط الكل. كملت توكا هبطوا الكل، توكا نحركوا هكاكا. تو باش نهبطوا بالغربال اللي تحت السقات، النقب متاعو اجد شويه اكاو. هكا تحصلنا تو على كسكسي ذرة. واللي ما عندوش دقيق قمح ينجم يعمل زاده بالفارينه ميسيرش. والباقي هذاك باش نعاود نقدو ونعاود نفس الطريقة. تو كان نصبوا هذاك في الكسكيس ونحطوا نعبيو الماء في المقفول. تو كان نبداو نفس الطريقة اللي عملتها قبل باش نعاود نعملها كيكة لين نكملوا. هاكا تو كملت صبيت الكل اللي تحصلت عليه ونسكروا عليه، وساعة نعريوا عليه ونحركوه، ساعة نعريوا عليه ونحركوه حتى لين تمس الكعبة تلقاها طابت أكاهو راهو طاب. نهبطوه ونحطوه في الشقالة الكبيرة ونحطوا سكر كل واحد وكيفاش يحب الحلاوة، ونرشوه بالماء عطرية أو زهر. أنا حطيت الماء عطرشية ونحركوه هكاك بك الماء العطرشية. وبعد نصبوا الرمان والزبيب وشوية تمر ونحركوا. وبعد في الاخر بالكل نصبوا زيت زيتونة فوق ونقعدوا نحركوه باش يولي سمح ربخ وسمح. حضرت وكان مسفوف الذرة ما شاء الله، وجربوا إن شاء الله يعجبكم وصحة وبالشفاء ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.